مسابقة كأس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد، ويلحق بالمتصدر باريس سان جيرمان الخسارة الأولى في الدوري الفرنسي ويفوز عليه ب 26 هدفا مقابل 24 في لقاء قمة الجولة 18. خسارة وضعت الرقم 1 في سجل خسائر باريس سان جيرمان الماضي في طريق لقبه الأول. الزميل سمير بالفاطمي وتفاصيل المواجهة. أجواء الفريق الباريسي في الجولة 18 من دوري كرة اليد الفرنسي تغلفت بظلال الهزيمة، وجمهور البي اس جي تجرع مرارة الخسارة مرتين هذا الموسم على يد منافسه نون. أولا حينما أزاحه من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الفرنسي، وهذه المرة حين عزفوا ألحان الفوز على أوتار فريق بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الأول في تاريخه بعدما أنهى 17 مباراة في الدوري دون هزيمة. فلا شفاعة للاعبي البي اس جي في ليلة السقوط الثاني بعدما ألحق بهم نانت الخسارة الأولى في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في مباراة احتارت بوصلة نتيجتها أي فريق ستختار حتى آخر أنفاس اللقاء. المباراة شهدت تألق حارس المرمى أرنو سيفرت الذي وقف سدا منيعا في وجه تسديدات الفريق الباريسي، ثم الظهير الأيسر المغربي سفيان صياد الذي عرف كيف يصطاد الأهداف لنانت. ولم يكن فيليب غاردن مدرب البي اس جي يدري أن اقتطاعه من وقت المباراة ما كان إلا تأجيجا لعزيمة نانت في الفوز، وإذكاء لرغبتهم الجامحة في تلطيخ سجل النادي هذا الموسم بهزيمة أتت على أيدي رجال المدرب تيري أنتي. فلم تعرف الكرة الصغيرة في الربع الأخير من اللقاء طريقا سوى مرمى حارس البي اس جي لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض ب 26 هدفا مقابل 24، مجمدين بذلك رصيد المتصدر عند النقطة 34.